ازيكم يا أغلى متابعين؟ أنا خلود، عندي 27 سنة ومتجوزة وعندي بنتين توأم. وحكايتي النهاردة فيها وجع وصراع بين العقل والقلب. بس قبل أي حاجة، لو حابين تسمعوا قصص واقعية ودراما حقيقية، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. أنا من أسرة بسيطة متوسطة الحال، لكن دايما كنت بشوف في عيون بابا حلم إنه يطمن عليا ويشوفني في مستوى مادي أحسن، وهو اللي شجعني أتجوز فارس، ابن عيلة كبيرة وغنية عندهم مصانع وممتلكات كتير. أنا ما كنتش بحبه، لكن وافقت علشان أرضي بابا وعلشان شايفة إن ده الأفضل. اتجوزت فارس وبدأت حياتي الجديدة معاه في فيلا كبيرة في كومباوند راقي. خلفت منه بنتين توأم، وكنا ساكنين بعيد شوية عن باقي العيلة رغم إنهم كلهم موجودين في نفس الكومباوند. في فترة الخطوبة كنت بلاحظ نظرات غريبة من أخوك كبير وائل، بس كنت بتجاهلها تماما، ما كنتش بديله أي اهتمام. ومع الوقت نسيت كل حاجة وركزت على بيتي وبناتي. اللي قلب حياتي رأسا على عقب إن جوزي فارس اتعرض لمرض نادر جدا. الدكاترة شخصوا حالته على إنها ضمور في العضلات، وبدأ جسمه يضعف ووزنه ينزل وما بقاش قادر يتحرك. سافرنا كذا دولة، عملنا كل التحاليل، بس النتيجة كانت واحدة: المرض ملوش علاج حاليا، وحالته للأسف مستقرة كده. أهل فارس ما قصروش، بيساعدوني في كل حاجة ومتكفلين بمصاريفي أنا والبنات. لكن قلبي بدأ يحس بفراغ كبير. العلاقة بيني وبين فارس اتغيرت تماما، مش بس بسبب حالته، لكن كمان بسبب إحساسي إننا بطلنا نبقى زي زمان، حتى وإن كان هو دايما طيب وبيحاول. وائل أخوك كبير كان بيجي الفيلا كتير علشان يطمن على فارس، وبدأ يكلمني الأول عن أخوه، بعدين بقى يسأل عني أنا. كلامه كان مختلف، في نبرة اهتمام مش متعودة عليها، وده خلاني أضعف. في الأول كنت ببعد، بس رجعت أكلمه. ما قدرتش أقاوم احتياجي لحد يسمعني، يطبطب عليا، يخليني أحس إني ست لسه ليا قيمة. ومن وقت ما توفى فارس الله يرحمه وأنا في دوامة، مش قادرة أعيش مشاعري بوضوح ولا حتى آخد قرار. وائل بدأ يزورني لوحده، بقى يجيب هدايا للبنات، وبعد فترة بدأ يجيب حاجات ليا أنا كمان. صارحني بحبه وقال إنه من أول ما شافني وهو شايل مشاعر جوه قلبه، لكنه كان ساكت علشان أنا مرات أخوه، وده ما ينفعش. دلوقتي هو عاوز يتجوزني وبيحاول يلاقي الوقت المناسب يكلم فيه مراته وأهله. أنا بدأت أصدقه وأحس ناحيته بحاجة، وبقينا نتقابل ونتكلم كتير، بس كنت دايما في صراع داخلي، مش مرتاحة، بس برضو مش قادرة أقطع العلاقة. وائل وعدني بالجواز وقال إنه هيتصرف، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة رسمية حصلت، وأنا لسه حاسة إني تايهة. مش عاوزة أخسر الأمان اللي أنا فيه، خصوصا علشان بناتي، وفي نفس الوقت مش عاوزة أفضل معلقة لا متجوزة ولا منفصلة. جوايا سؤال بيقتلني كل يوم: هل أكمل مع وائل لحد ما يقرر يتجوزني، ولا أقطع علاقتي بيه خالص وأركز مع ولادي، ولا أواجه أهله وأقول لهم إني ناوية أتجوز وأشوف رد فعلهم؟ أنا محتاجة نصيحة حقيقية، مش عاوزة أقرر غلطات تانية. أنا ضايعة ما بين مشاعري وبين خوفي على مستقبل بناتي. قولولي لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ مستنية كل تعليقاتكم وهقراها واحدة واحدة، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان أقدر أكمل وأحكي لكم أكتر.